على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن أقف أمامكم نيابة عن رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية، معبرا عن أهمية العلاقة الاقتصادية بين المملكة والصين، والتي كان لها أكبر الأثر في تبادل الخبرات والتعاون بين المملكة والصين في جميع المجالات. الأخوة الحضور، إن التقدم الكبير الذي حققته جمهورية الصين الشعبية جعلها والإسلامية والعالم أجمع. إن العرب والمسلمين يقدرون المكانة الاقتصادية المميزة لكم العملاقة التي تضرب جذورها في أعماق التاريخ، ونحن المسلمون نتذكر ذلك الأثر عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال: أطلب العلم ولو في الصين. وهذه الأثر كما نحن سعداء في القطاع الخاص لأننا نعيش فترة مثالية من التبادل والتعاون بين الدول العربية والإسلامية وبلدكم العزيز الصين. وفي الختام أشكر المنظمين لهذا المؤتمر وعلى حسن الضيافة وجودة التنظيم، وأتمنى أن يتجدد اللقاء بكم وبيننا في المملكة العربية السعودية بإذن الله عن قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد بن ناصر العبيكان، رئيس شركة العبيكان القابضة ورئيس اللجنة العقارية والمقاولين وعضو الغرفة التجارية. شكرا.